منطقة ذات سكن قانوني تحجز منازلها وتتوقف فيها عمليات بيع وشراء العقارات وإجازات البناء وفق قرار حكومي نتيجة لاحتوائها على تلوث إشعاعي كشف مؤخرا. هذا ما حصل مع أكثر من 300 عائلة تقطن في منطقة الاستكشافات النفطية التابعة لقضاء النهروان. قرار شكل صدمة كبيرة لأهالي المنطقة وجعلهم في حيرة من أمرهم. سبق وأن تم توزيع هذه المنطقة، منطقة الاستكشافات التابعة للقرية النفطية اللي هي تابعة لوزارة النفط، فتوزعت بال 2014. من بعد ذلك اكتشفوا بين اكو كم قطعة بها يورانيوم، هاي من اختصاصات وزارة البيئة، فصار خلاف بين البيئة وبين النفط، ومن وقع بها الضحية؟ المواطن. فاجئنا بأن اكو تلوث إشعاعي داخل المنطقة، ووقفوا البيع والشراء، ووقفوا يعطون إجازة للمواطنين، ممنوع البناء. تروي هذه المرأة قصة التلوث البيئي وتقول أنه ناجم عن انفجار كدس للأعتدة تابع للقوات الأمريكية، انفجر في عام 2003، وبعد 8 سنوات فحصت المنطقة للتأكد من خلوها من أي ملوثات بيئية لتمنح ما يقرب من 150 قطعة أرض إلى منتسبي وزارة النفط خلال عام 2014 وبشكل قانوني، حتى باتت منطقة متكاملة الخدمات. وهذا ما أثار استغراب الأهالي بقرار حجز أملاكهم. هي أكداس كانوا نازلين الأمريكان، الأكداس انفجرت وبقت شو اسمه القوات الأمريكية موجودة. زين معقولة الأمريكان ما يخافون على رعاياهم؟ احنا الناس يعني نفتهم وعاديين، يعني لو اكو اشعاع كان الحوامل ولدوا ولادات مشوهة. سوي احصائية على الولادات اللي بالمجمع، ما عندنا طفل مشوه. هاي أول نقطة. 2، احنا كبار السن كانت تأثرنا، ما بينا واحد مسرطن او شيء، يعني هذا هاي كذبه. زين اذا بيها شعاع شلون متروكه من ذاك اليوم لهاليوم من 2014؟ يعني هيك حياه المواطنين والناس، ما تهم الدوله ولا تهم البيئه ولا تهم النفط. زين الاستكشافات شلون وزعتها؟ شلون وزعت الاستكشافات؟ لازم حصلت موافقات من البيئه وغير البيئه، شلون توزعت؟ ولم تبادر الجهات المعنية بإيجاد حلول تشفي غليل أهالي المنطقة بعد أن أصبحوا وسط طريقين أحلاهما مر بين مغادرة المنطقة وتكبد خسائر كبيرة أو البقاء فيها بالرغم من المخاطر الصحية. عائلات تسكن في منطقة قانونية وليست عشوائية لا تعرف مصيرها بعد أن حجزت منازلهم بذريعة احتواء المنطقة على تلوث إشعاعي عائد إلى زمن 2003. صقر منذر، بغداد الأولى.